السلام عليكم. عشان نعمل البابا غنوق والمتبل البتنجان زي ما بيقولوا شوام، هنحتاج مع بعض بتنجان رومي، وكمان فلفل أحمر رومي وفلفل أخضر رومي، وهحتاج راس توم كامل وبصلاية كبيرة. أول حاجة هشوي التوم عندي بشوية زيت في ورق ألمونيوم وهحطه في الفرن. بعد كده بقى هجيب البصل هنضفه وهحط عليه شوية زيت وهحطه برضو يتشوي في الفرن. اما باقي الخضار زي البتنجان والفلفل انا شويتهم مباشرة في العين على النار، وبقى الشكل دوت حطيتهم في طبق وغطيتهم عشان يعرقوا واعرف اشيل القشر بتاعهم. وده البتنجان برضو لما اتسود خالص على النار بقى فحمة. بعد كده نضفت الخضار بتاعي بقى بالمنظر دوت. هاجي بقى ودي اهم خطوة وبتدي شكل تاني في الطعم، لما بقطعه بالسكينة بيبقى احسن لما بعمله في الكبة. كل الخضار اللي انتوا شايفينه مع البصل هقوم مقطعاه كده بالسكينة طرنشات صغيرة قوي 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 قوي، هرسته خالص بالسكينة. بعد كده بقى هعمل التتبيلة بتاعته اللي هي التوم. هجيب التوم اللي انا شويته هحط عليه ملح وكمون وشطة، ودي اختياري. وبعد كده ههرسه بالشوكة كده لغاية ما يتفرم معايا خالص، وهو اصلا اوريدي طري جدا. بعد كده هحط معلقتين من الطحينة، معلقتين كبار. وبعدين كده هقلب كل الكلام اللي انتوا شايفينه دوت عشان يمتزج مع بعض. بعد كده بقى هضيف له الزيت، شوية زيت، وهضيف كمان معاه معلقة خل كبيرة، مش كبيرة قوي. وبعد كده هضيف الخضار اللي انا فرمته بالسكينة وهقلب كويس جدا، وكده طبقي بقى جاهز. هشكله كده من فوق بأي شكل كده انتوا عايزينه، وهحط بقدونس من النص بيدي طعم حلو قوي. وبعد كده هحط شوية زيت من فوق علشان ما ينشفش وشه. وكده طبقنا بقى جاهز. يا رب البابا غنوق يعجبكم. اشوفكم في وصفة جديدة. لايك وسبسكرايب. باي باي.